بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم او نقول لك افضل شركة تقدر تشتغل فيها 2023، عشان جاني رسائل كتير على الواتساب وعلى التليجرام وكده. يا كابتن محمد ايه افضل شركة اشتغل فيها في الوقت الحالي؟ الشركات دلوقتي عاملة عروض وده عامل مش عارف ايه وده عامل ايه، فايه افضل شركة نقدر نشتغل فيها؟ النهارده باذن الله هنقول لك الكلام ده، والكابتن احمد يبدا معانا. اتفضل. السلام عليكم. ازيكم يا كباتن؟ قبل ما اتكلم عن اي شركه واقول لكم افضل شركه، احنا هنتكلم عن مشاكل الشركات الاول، عشان اقول لكم عندنا بس مشاكل اهم كتير. حاجة ما تطولش، يعني بص قول لهم على المشاكل بس ايه، يعني عاوزين ننجز عشان تمام. اولا اوبر اسعار زي الزفت، عاملين اسعار تحت الارض، نسبه عاليه جدا، ما بقتش نسبه، بقت عموله. ما هي دي الفكره بقى. ناس كتيره بتبعت لي يقول لك خلي اوبر تعلي سعر الكيلو. طب ما افضل ما تعلي انا من وجهه نظري، ممكن حد تاني ليه وجهه نظر تانيه، انا من وجهه نظري ان اوبر ما تعليش وتنزل النسبه بتاعتها احسن ما تعلي. ايه المشكله لما تخلي النسبه 15% بدل 35 و40%؟ ده كده الرحله تبقى كويسه. نظرا انا لا، انا لازم تعلي سعر الكيلو، ولازم تنزل نسبتها ترجع زي زمان، اللي هي 17% وال 20%. مش عاوزين النسب اللي هي 45، ده في ناس بتبعت لي 40 و45%. ايوه. بعد كده نخش بقى بعد سيبك من اوبر على جنب، خش تمام. على كريم. انت كريم. من وجهه نظرك كريم ايه؟ كريم، انا راجل شغال كريم بقالي زمان، بقالي فتره طويله. كريم صراحه حاليا دلوقتي عنده والله العظيم خدمه عملاء كويسه جدا، شركه اسعارها مناسبه جدا وجميله، بس عندهم عيوب ما بيعرفوش يستغلوا الناس اللي عندهم. للاسف بقى هقول لك انا من وجهه نظري للاسف كريم هي افضل سعر، افضل شركه، افضل خدمه عملاء، بس المشكله تمام. كلها تحس ان اللي شغالين فيها ما تفهمش بقى، بياكلوا لحمه راس. لا. في حاجه غلط لا، فيها، فاكر زمان؟ في مشكله. فاكر زمان؟ ماشي، زمان حاجه ودلوقتي حاجه. انا بتكلم عن دلوقتي. زمان كان ممكن اسعارها اقل من دلوقتي، بس كان خدمه عملاء احسن، او الخدمه اللي بيقدموها احسن، او مثلا بيجيب لك رحلات قريبه او بيديك لا، رحلات ورا بعض. النهارده الرحلات بينك دلوقتي وبينها 11 دقيقه، 8 كيلو، 6 كيلو، 10 كيلو بينك وبين. انا جات لي رحله 21 دقيقه بينهم وبين العميل. ايوه ايه، لا اقول لك انتوا على حاجه، مجانين 5 كيلو ولا 6 ايه؟ كيلو ده العادي. المشكله كلها ان هو ماشي بنظام ايه، بيشغل ناس ويوقف ناس، واللي يرفض رحله يوقفه ومش عارف يعمل ايه. وفي ناس اللي يحقق البونص الجديد بقى بتاع كريم، كباتن كتيره بعتها لي، اللي يحقق البونص كذا يوم ورا بعض يروح ايه، يروح موقفه. يعني البونص يقول له اصل انت اخرت في الساعات، اصل انت انتوا كشركه كريم، يعني اللي شغالين فيها او اللي قائمين عليها، انتوا دلوقتي مش هتدوا للكابتن بونص، بتنزلوا له ايه؟ طالما انتوا مش قده ما تنزلوهوش. الناس المميزه دي اللي بتشتغل كل يوم بتعمل رحلات كتير وفلوس كتير في كريم والكلام ده كله، من حقه انه ياخد البونص. انت منزل له بونص ليه بقى؟ تدوا له يوم او يومين ويروح موقفه، بعد كده يروح جايب له بعد ما يجيب له اكتمل تاني يوم، يروح باعت له ايه، صوره يقول له ايه، اصل هو لسه فاضل نص ساعه، اصل هو فاضل 10 دقائق. حاجه زفت. شغل هبل هبل، ده استعباط. خش بقى اللي بعد كده. اندرايفر دي شركه يا جماعه زباله الزباله. في الدواس دي مش في الدواسه، دي توقفوها خالص. انا ما اعرفش تتعاملوا معاها ازاي. لا، في ناس بتشتغل فيها كويس. في ناس بتشتغل فيها كويس. خد منها الرحلات اللي تناسبك، اللي تحس ان انت كسبان فيها، اللي انت تحس مش نظام الخطيفه اللي انا بسمعه. انا بقى من وجهه نظري بقى اندرايفر دي انا شايفها ولا وحشه قوي ولا حلوه قوي، بس هي الفكره كلها ايه، في ناس بتعرف تتعامل معاها. اندرايفر دي عامله زي ايه، كيفين الصيد. انا من زمان بصطاد، كيفين الصيد بيعرفوا يتعاملوا مع اندرايفر ازاي. انا بفتح كل الابلكيشن واندرايفر ده سايبه مفتوح، بس بتعامل معاه ازاي. شفت انت لما ترمي الصناره كاني رامي صناره، جات رحله على هوايه رايحه الحته اللي انا عاوزها، اروح حاطط اعلى سعر او اشوف السعر مناسب ولا لا وازود كمان. تمام. بعد كده جت الرحله انا رايح معاكم مفيش مشكله، ما جاتش الرحله انا ما خسرتش حاجه، انا شغال على الباقي. ما هو المفروض ده كمان ده تعمل بس كده. هو ده وجهه نظري في اندرايفر. اندرايفر ديت انت اختار اللي يناسبك فيها، لان هي في الدواسه، شركه في الدواسه. اللي بعد كده بقى الحاجه بقى، الحاجه دي الحاجه زيزي. الحاجه زيزي دي، الحاجه زيزي بتاعتنا دي بقى صراحه فيها مميزات وفيها عيوب زي الزفت. بس اقول لك على حاجه من وجهه نظري، ان دي اليومين دول الى حد ما بتزود السعر في اوقات واوقات. خلي بالك ما تتغرش في الاسعار بتاعت ديدي، عشان انا اليومين دول اللي هي كام يوم كده اشتغلت ديدي، فيها اوقات بتضرب لك اسعار والله العظيم خدت اسعار اعلى من اوبر في ديدي بالذات. موضوع زيرو عموله ده اختراع. بس الفكره كلها في ايه، بيدوا لك في وقت ويشيلوا في وقت، ويدوا لك يوم ويسيبوا يوم، والناس اللي بتاخده كتير بيوقفوا عنها مش عارف ايه. طب وليه؟ طب ما تفتحوا للناس كلها. هو بس بيجر رجل الناس، ما تتجرش ولا ديدي، عشان ديدي ايه، بتشدك في اوقات باسعار كويسه، بعدها تلاقي السعر نام تاني، بعد كده عالي ايه يا عم في ايه. هو بس ايه، بيحاول يجري ريقك، تاخد اسعار كويسه تقول ده ديدي كويسه،
تيجي بعد كده تلاقي اسعار تانية ضايعه خالص. يعني انا امبارح واخد رحله جوه التجمع، تخيل جوه التجمع من عند الرحاب، من بره الرحاب لغايه كايرو فيستيفال، زيرو عموله، واخدها مش عارف ب 72 جنيه. تمام. اجي النهارده الصبح في مصر الجديده الاقي رحله جايه التجمع ب 56 جنيه، مش عارف حوالي 20 كيلو. في يا جدعان ولسه هياخدوا النسبه. تخيل انت جوه التجمع كده انا عن ب نفسي 72 جنيه ماشي. ومن مصر الجديده ب 56 انا عن جنيه. نفسي انا بشتغل ديدي بحاجه واحده، زيرو عموله. غير زيرو عموله انا ما بفتحش ديدي خالص. هي المشكله كلها انا بس النهارده جايين نتكلم ان كل شركه وليها عيوب وليها مميزات. كل شركه وليها عيوب. انت بقى تبقى ذكي وتبقى ناصح. لو انت لعبت الشركات دي بتلعبك، عماله تنزل لك حاجه وتشيل لك حاجه وتحط لك العب حاجه. معاهم بقى. ايوه، عاوزه واحد بيفهم يلعب معاهم زي ما هم بيلعبوا عليك عشان يشدوا رجلك. انت بقى تشغل دماغك عليهم وتجر انت رجليهم. ده جاب حاجه كويسه انا باخد منك الحاجه الكويسه، والحاجه مش كويسه انا مش عاوز. خلاصه الموضوع، عشان في ناس بس بتبعت لي ان انت بتقول افضل شركه ومش افضل شركه، كل واحد يشتغل الشركه اللي هي تريحه او يعرف يكسب منها فلوس. ده وجهه نظري الشخصيه. كل واحد بدماغه. انزل اشتغل في كل الشركات وشوف دماغك هتوديك في ايه، وكل وقت احسن وقت تشتغل فيه اوبر، كريم، اندرايفر، ديدي، الشركه دي، وريح دماغك وما تمشيش ورا شركه واحده بس. هو ده خلاصه الفيديو. اهم حاجه بقى لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام. هسيب لك اللينك تحت الفيديو، واي حد عنده اي مشكله يبعتها لنا. وقبل ما تقفل الفيديو هتعمل ايه؟ صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم.